بس انا هنكسبهم يوم الخميس. انا راجل اصل ما في اصلها كوره اصلها يعني بالحب لا ما تقعدش تهته، والكوره. ما تقعدش تهتهلي بقى هنكسب ولا مش هنكسب. ما هو انت قلت لي ان انت سالت الشيخ ده، هم ملوك الشيوخ. لا لا بص، ككوره مع ماليش الاجهاد ككوره مش ككوره، احنا فرقتنا جامده برضه بصراحه. جامده بس هم اجمل. خلينا واقعيين. بس احنا فرقتنا جامده يعني بصراحه يعني. لهم ماتشين بيلعبوا كسر طايم وعد غنمك يا جحا. انت ما فيش الاثنين اللي بينزلوا قطه وميسي وشكرا. فانت هتقدر تجارب بتوع المغرب. اتمنى يعني يا رب بس نقدر نقفل. لا قول لي هنعمل ايه. انا بقول لك هنكسب. انا عايز اسمع رايك عشان ما هو انا راجل مصري، هو انا مغربي ما اقدرش اقول لك لا هخسر. انا امنيتك نكسب، لك توقعك. توقع. لا تريس. انت برضو انا راجل مصري وانا مغربي، ما بس انا ككوره بقول لك صعب ولكن اتمنى. توقع، احنا قلنا كلنا بنتمنى. انت توقعاتك ايه؟ 3-1 لينا ولا للمغرب؟ لا مش واحد مصر هيشجع نيجيريا طبعا. الله يرحمه. لا الماتش صعب قوي، الماتش صعب وليد انت بص كان قبل البطوله الصفحات المغربيه والسوشيال بتاعهم والمواقع وكل حاجه بيعملوا كوميك زي حتى بطوله افريقيا الاخيره، بيعملوا كوميكس لذيذه جدا وطريفه جدا. يقول لك المنتخب المغربي حد بنكسبه نيجي قدام مصر ونقع. فهم عندهم مننا عقده مؤخرا، فدي الحاجه الوحيده اللي ممكن. لكن غير كده ككوره عجبك كده؟ هم بص هم المغرب منتخب متأسس بروقان، متأسس صح. احنا كنا بنقول ده عندهم اتحاد يا استاذ محمد كان بيحارب فوزي الاقجع ده عشان يجيب اللعيبه لا منتخب معمول صح. يعني اذا كنت انت هتقول لي منتخب لكن الفروق تخليك واي نوت. مش مصدقك، فروق كبيره. احنا ممكن بالروح انا معاك يعني العيال هلكانه يعني كانت. انت قاعد تقول لي انت ووليد المغرب اجمد منها والله المغرب بقول لك المغرب اجمد منها. المغرب حورتجيه زينا. عدالك 4-5 اسامي انا بالنسبه لي منتخب المغرب كان مقنع خوف ويصعد يعني. وكان يصعد. توقعاتك ايه؟ هنخسر 3-1 وانت يا وليد؟ لا المغرب اقرب. المغرب عشان بص الراجل هو محقق اعجاز انه يوصل سيمي فاينل. عايزنا نقول نكسب نقول لا اذا كسبنا. اذا كسبنا يلا ليك عزومه. انا وكابتن عبد الجليل هنشترك في عزومه. هنعزمك عند الراجل صاحبي اللي هو بيقول لك فين الاستاذ شبانه. قلت له استاذ شبانه امال انا مين يا عم؟ الاستاذ اللي شغال مع الاستاذ شبانه. قال له اعمل سندوتشات حلوه الاستاذ اللي شغال مع الاستاذ شبانه. قلت له الاستاذ يا ابني انا اللي لعبت يا ابني. بس ظبطك. لا ما هو انا جاي من طرف الاستاذ شبانه. بس عملك سندوتشات ايه؟ ملاها لك. بس عشان ده اعلان بعد كده دخلت في اعلان وانت عارف لساني. مش هنقول اسمه. ما هو انا هقول. لو انت ايه النتيجه ايه؟ طيب انا متوقع نكسب. ايه ما النتيجه؟ اعرفش بس متوقع نكسب اساسا ان شاء الله. انا والدكتور والله العظيم عندي توقع. انا الارهاق يا كابتن بس انا قلقان من الارهاق. قد يصل لدرجه اليقين. يا رب يا رب. بس هي الكوره ملهاش بس. ومهما حصل حتى لو خسرنا حياتنا والتهنئه بتاعتنا كلنا للجهاز الفني وللعيبه، وان شاء الله ان شاء الله نبارك لك بقى يوم الخميس بعد الفوز على المغرب. ان شاء الله. انا عايز اشكر كل الناس يا ابراهيم، والله كل الناس، السياده الوزير، اتحاد الكوره طبعا برئاسه كابتن ابو ريده، كل الناس كانت واقفه معانا، الشركه المتحده كلها بصراحه ما اتاخرتش علينا وداعمه لينا على طول. فانا بشكر كل الناس اللي كانت في ظهر المنتخب، وان شاء الله باذن الله كمان نتوج بالبطوله باذن الله. ان شاء الله يا رب. كل الشكر لكابتن حماده، كل الشكر لكابتن حماده انور المدير الاداري لمنتخبنا للشباب. الف مليون مبروك، وان شاء الله نكسب يوم الجمعه، يوم الخميس نكسب المغرب، وان شاء الله ان شاء الله نتوج بلقب هذه البطوله. طيب من دلوقتي عايز بس اتكلم شويه على منتخب الشباب، اديهم حقهم ان يعني المنتخب ده بصراحه ما اتدربش كتير، ما خدش جرعات تدريبيه كتير، يمكن فتره قليله او فتره قصيره مسكها كابتن اسامه نبيه كمنتخب مصر مواليد 2005 منتخب الشباب. 100% من قوام المنتخب الغاني كلهم محترفين في اوروبا، اللي بيلعب في الفريق الثاني لبرشلونه واللي بيلعب مش عارف في ريال سوسيداد واللي بيلعب
احنا لعيبه لعيبه مميزه وكل حاجه، لكن المنتخب ده ما تجمعش كتير. يعني هنقول اتحاد الكوره عمل اللي عليه وعمل تجمعات الفتره اللي فاتت، لكن اللعيبه اللي بتلعب في منتخب الشباب معظمهم ما بيلعبوش في الدوري الممتاز، يمكن 1 أو 2 بالعافيه. هتلاقي مثلا كباكا بيلعب مع مودرن سبورت، مش عارف احمد عابدين ساعات مع الفريق الاول في السيراميكا. بقيه اللعيبه كلها زعلوك في النادي الاهلي في فريق بقيه اللعيبه كلهم بيلعبوا في دوري الشباب اللي هو دوري مواليد 2005. فالاحتكاك تلاقي منتخب المغرب محترفين، منتخب السنغال، منتخب نيجيريا، منتخب غانا. فيعني النهارده انا سعيد جدا 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 ان احنا قدرنا نتخطى منتخب غانا وكسبنا المباراه وصعدنا للدور قبل النهائي عشان نواجه المغرب. فاحنا كده هنواجه المغرب في الدور قبل النهائي. بس الاهم، الهدف الاهم اللي احنا النهارده وصلنا كاس عالم في تشيلي، كاس عالم للشباب. انا قلت لكم اللي بيوصل للدور قبل النهائي، الاربعه اللي بيوصلوا للدور قبل النهائي بيوصلوا لكاس العالم. فالحمد لله الحمد لله، الف 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 مبروك للعيبه. الجيل ده عايزينه يكمل ويلعب ماتشات كاس عالم ويستعد وياخد جرعات من الماتشات الدوليه. مبروك للكابتن اسامه نبيه اللي اشتغل في ظروف صعبه. منتخب برضه يعني مش متكون بقاله فتره كبيره. فاكرين الفتره بتاعت ميكالي قبل ما يمشي، يا دوبك جه ولعب التصفيات بتاعت افريقيا. فبنحيي كابتن اسامه والجهاز الفني فرد. نبدا بقى من النهارده، خلاص وصلنا كاس عالم الحمد لله وده الهدف الاكبر. نبدا بقى نفكر ازاي ممكن ينافس على بطوله افريقيا. ما احنا خلاص احنا وصلنا للدور قبل النهائي، شلنا بقى الضغوط بتاعت كاس العالم والحمد لله وصلنا كاس عالم. نركز بقى ازاي نقدر نتعامل مع المباراه القادمه. المنتخب المغربي من اقوى المنتخبات في افريقيا. انتوا شايفين المغرب في تطور كبير في الكوره الفتره اللي فاتت، على مستوى المنتخب الاول، على مستوى المنتخب الاولمبي، على مستوى المنتخب الاولمبي واخد برونزيه الاولمبياد، المنتخب الاول واخد رابع كاس عالم في قطر 2022. كل المنتخبات ناشئين، مش عارف شباب، الكره الخماسيه، الكره الشاطئيه، المنتخب الكره المغربيه في تطور كبير جدا جدا. فازاي نقدر بقى نتخطى المغرب؟ اللعيبه النهارده تهدى ونفرح. النهارده افرحوا ومن بكره بقى نبدا نفكر في مباراه الدور قبل. مبروك لاتحاد الكوره، مبروك لمنتخب مصر بقى، المنظومه كلها لعيبه وجهاز فني وكل الناس. الف 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 مبروك. ومبروك لينا كمان احنا كمصريين ان منتخبنا يعني الحمد لله قدر يصعد لكاس العالم للشباب. بص، السلام عليكم واهلا بيكم اعزائي متابعينا على قناتنا على اليوتيوب. طبعا سمعنا كل الكلام اللي اتقال والكواليس عن مباراة مصر والمغرب. احنا دايما متعودين ان دايما المباريات اللي بتكون بين المنتخبات العربية بتكون مباريات صعبة، وبيكون فيها ندية كبيرة جدا جدا، وبيكون فيها حماس مفرط. طبعا ده احنا متعودين عليه منذ نشأنا واتفرجنا على الكورة. الاعلام المصري بيتكلم عن مباراة منتخب المغرب امام منتخب مصر في الدور قبل النهائي. طبعا لما تيجي توزن الحكاية هتعرف مين الاتقل ومين الاقوى. الموضوع تشاهد المباريات وتحكم بنفسك. رغم ان منتخب مصر عدى من منتخب قوي جدا هو منتخب غانا، ولما تشوف منتخب غانا هتعرف ان فعلا منتخب غانا من المنتخبات اللي كانت مرشحة ان هي تاخد البطولة. عندهم مجموعة محترفين اقوياء جدا جدا، ومنتخب الشباب دايما بيبقى في الفئات السنية. منتخبات نيجيريا او منتخبات غانا او كوديفوار بيبقى عندهم في الاعمار السنية دي مجموعة لاعبين مميزين جدا. منتخب المغرب هو الوحيد اللي بينافس المنتخبات الافريقية في عدد المحترفين. اعتقد ان المنتخب المغربي بقيادة محمد وهبي في مواجهة المنتخب المصري بقيادة اسامة نبيه مفيش عدل في المباراة دي، لان طبعا المنتخب المغربي ما شاء الله نمسك الخشب، عندهم اكتر من 20 محترف في كل الاندية الاوروبية، ومنتخب مصر ما عندناش ولا محترف اصلا، مفيش حد، هم كلهم من الدوري المصري عندنا، كلنا بنلعب هنا، كله بيلعب في مصر. معظم اللعيبة
بتوع منتخب مصر اقل من 20 سنه مفيش حد فيهم حتى بيلعب في الدوري الممتاز، باستثناء كاباكا اللي بيلعب مع فريق اللي هو لاعب وسط الملعب، بيلعب مع فريق سيراميك كليوباترا في الدوري ولسه منتقل يعني من شهرين من النادي الاهلي من قطاع الناشئين اصلا، يعني بيلعب في فريق الشباب في النادي الاهلي. في عندنا لاعب مميز جدا اسمه محمد عبد الله اتصاب، في عندنا لاعب زعلوك ده راس حربة بيلعب برضه بس بيلعب في شباب الاهلي، طلع للفريق الاول لعب 5 دقايق وعلى كده. ومفيش لعيبه تقدر ان انت تقول عندها الخبرات ان هي تتعامل مع لاعبين محترفين، لكن احنا بنتمنى ان هم احنا عندنا الحمد لله في مصر المواهب مميزه جدا وعندنا لاعبين مميزين جدا، بس المشكله في مصر لا بتسمح للعيبه ان هي تخرج للاحتراف الخارجي زي المغرب، ولا بتشاركهم مع انديتهم في الدوري الممتاز المصري، ولا الفرق الكبيره بتعتمد عليهم، لا الاهلي ولا الزمالك ولا بيراميدز ولا الاسماعيلي ولا غيرهم من الفرق الجماهيريه او الفرق الكبيره بتقدر ان هي تستوعب شباب وتخرجهم. رغم ان التجارب لموضوع الشباب ده يعني في العالم كله شايفين ظواهر في كرة القدم، لاعب عنده 16 او 17 سنة، لامين يامال، بنشوف بدري عامل ازاي، شوف جافي في برشلونة عامل ازاي. برشلونة ومدرسة لاماسيا اللي خرجت جيل مرعب، جيل ده هيسيطر على اوروبا في ال5-6 سنين الجايين بنسبة 1000%، حاجة ما فيهاش جدال. شوف كوبارسي اللي هو اللاعب المساك عنده 18 سنة يا جماعة، يعني بنشوف مجموعة من اللاعبين المميزين جدا جدا واللي خدوا فرصتهم هم صغيرين. المنتخب المغربي الشطارة اللي فيه انه بيخرج اللعيبة للاحتراف، وعندهم اكاديمية محمد السادس دي، الاكاديمية دي تدرس، الاكاديمية دي اللي بتخرج اجيال وبتخرج لاعبين تفيد كل المنتخبات في كل الاعمار السنية، لازم تدي تعظيم سلام للملك محمد السادس ولفوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية اللي بيهتم جدا بالأكاديمية دي، لأن هي المنبع، هي الأكاديمية دي اللي بتخرج لك أجيال وبتخرج لك مواهب كبيرة جدا تقدر تعتمد عليها في المنتخبات، سواء كان منتخب 17 منتخب 20 تحت 23 منتخب أقل من 21، كل المنتخبات في الأعمار السنية في المغرب حاجة محترمة جدا. المغرب عندهم لاعبين محترفين في كل الدوريات الأوروبية، المغرب عندهم لاعبين 5 أو 6 لاعبين بس من الدوري المغربي، رغم ان الدوري المغربي المنافسة والقوة اللي فيه حاجة محترمة جدا. لما تشوف المنافسة فيه والفرص اللي بياخدها الشباب بتبقى قليلة بس المنافسة فيه قوية جدا، يعني ممكن لاعبين الشباب دول ما يخرجوش اصلا للاحتراف الخارجي ويخليهم جوه المغرب عشان يلعبوا في الأندية، لكن الناس بتفكر في التطوير، الناس بتفكر ان هي ازاي تخلي لاعبتها من احسن اللعيبه وتنافس الفرق الاوروبيه، مش واقف انا عند افريقيا. يعني منتخب المغرب مش هيواجه منتخب مثلا سيراليون او منتخب غانا او منتخب نيجيريا او وهيقف على كده، لا طبعا. انت رايح دلوقتي يعني تأهلت الى كأس العالم، عندك دلوقتي نيجيريا ومصر والمغرب كلهم رايحين كأس العالم، وانت دلوقتي هتنافس مدارس مختلفة تماما عن افريقيا، يعني هتشوف لعيبة مختلفة، كواليتي مختلف، تدريب مختلف، اعمار سنية بيهتموا بيها جدا جدا جدا. انت تروح لو انت اتصدمت بمنتخب قوي زي منتخب اسبانيا او منتخب انجلترا او منتخب كرواتيا او بلجيكا او غيرهم او فرنسا، هتتحرك جدا. فطبعا بالنسبة لمواجهة منتخب المغرب ومنتخب مصر عشان نرجع لها مرة تانية، المواجهة دي بتبقى صعبة وبتبقى قوية طبعا زي ما انا قلت في البداية، والفروق الفنية هتبان، الفروق الفنية هتبان، وده اللي انا بتكلم فيه دايما. انت اما تروح كاس العالم هتشوف فروق فنية مختلفة جدا، هتشوف ناس بتلعب كرة مختلفة تماما، هتشوف ناس بتلعب تاكتكس مختلف تماما عن اللي انت بتلعبه، هتشوف قوة بدنية كبيرة جدا، لاعبين الفرنسيين والاسبان والبلجيك والكروات وي شوف انت البرازيل بقى والارجنتين، ده احنا هنشوف ليلة بيضة هناك في كاس العالم في تشيلي. فانت لازم يبقى يكون عندك تركيز كبير جدا في هذه المباراة، وانا كنت بتمنى الاثنين ما يواجهوش بعض، يعني كنت بتمنى ان مصر لها حتة في قلبي والمغرب له حتة في قلبي،
فانا كنت بتمنى ان هما ما يواجهوش بعض، لان هزعل ان اي حد فيهم يخرج. فان شاء الله يلعبوا مباراه مميزه. اشقائنا في المغرب، حبايبنا في المغرب، اهالينا في المغرب كلهم كسبوا هنقول لهم الف مليون مبروك، خسروا هنقول لهم هارد لك. برضو انا عارف ان الشعب المغربي بيحب مصر جدا، ولو كسبت هيبقى عندهم فير بلاي عادي جدا، مفيش مشكله. ولسه لاسعنا في الاولمبيات، لاسعنا لسعه جامده يعني 6-0، يعني خدنا علقه كوره، ما خدناش يعني مش اتغلبنا ماتش، ده احنا خدنا علقه كوره بصراحه يعني. فكل التوفيق للمنتخب المغربي، كل التوفيق للمنتخب المصري، والمباراه تخرج في احسن صوره. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لو عايز يوصلكم جديد في قنواتنا على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.